حاجات كده هنحتاجها في المنهج، بس انت لو هتلاقيها دلوقتي دي مش هتحتاجها بس في الميكانيكا، لا هتلاقيها محتاجها في التفاضل او في الرياضه يعني. طيب اذا ذكر فيثاغورس ذكر المثلث القائم. مثلث الايه؟ القائم. انا عندي مثلث قائم كده، سمي الضلع ده مثلا س، والضلع ده اسمه ص، والضلع ده اسمه لام مثلا او عين ايا كان. في علاقه بتربط لي الثلاث اضلاع دول ببعض. ايه العلاقه؟ ان مربع الضلع الاول ضلع القايمه زائد مربع الضلع الثاني بيساوي مربع الوتر. ده اسمه الايه؟ الوتر. ودول اسمهم ضلعي القائمه. الضلعين بتوع الايه؟ الزاويه القايمه، وده الوتر. لو قلت الضلع الاولاني اللي هو س تربيع زائد ص تربيع يساوي لام تربيع. طيب ممكن اكتبها بشكل تاني، ممكن اكتبها ان لام تربيع ناقص س تربيع بيساوي ص تربيع، وممكن لام تربيع ناقص ص تربيع بيساوي س تربيع. يبقى لو عايز احسب الوتر بجمع دول، مربع الاثنين دول. طب لو عايز احسب الصاد او السين بعمل ايه؟ بطرح الوتر ناقص ده او الوتر ناقص ده. طبعا الوتر تربيع، بربع الضلعين الاول. طيب تعال نطبق الكلام ده بالايه؟ بالارقام. يعني لو جيت اديتك مثلث كده وقلت لك الضلع ده 3 وده 4، يبقى ده كام؟ 5. لا مش 7. بص يا حبيبي، ده كام؟ تربيع يبقى كام؟ 9. 3 تربيع زائد ده كام؟ 4 تربيع يبقى كام؟ 16. 9 و16 كام؟ 25. الناتج ده هو مين؟ لام تربيع. انا عايز اللام بس، وما اخد له الايه؟ جذر ال 25 كام؟ 5. يبقى ده كده 5. طيب مثلث تاني، لو قلت لك ده 10 وده 6 يبقى ده كام؟ هنا انا عايز ضلع من ضلعي القايمه، يبقى هجمع ولا هطرح؟ هطرح. انا بجمع فقط لما بكون عايز مين؟ الوتر. يبقى هنا هعمل ايه؟ هطرح. هقول 10 تربيع كام؟ 100 ناقص 6 تربيع 36، طرحهم من بعض 64. جذر ال 64 8، زي ما عملت جذر ال 25 كام؟ 5. يبقى الضلع المجهول ده كام؟ 8. وصلت؟ طيب مثلث كمان، لو قلت لك ده 5 وده 13 يبقى ده كام؟ 12. صح. 5 تربيع الاول هنطرح، هيبقى 13 تربيع ناقص 5 تربيع. 13 تربيع بكام؟ 169، والخمسه تربيع 25، طرحهم يبقى كام؟ 144. جذر ال 144 12، يبقى الضلع ده كام؟ 12. دي اسمها مثلثات مشهوره. يعني ايه مثلثات مشهوره؟ 3 4 5 6 8 10 5 12 13. دي اكتر مثلثات بتقابلنا، فانت ايه؟ احفظهم. يعني احفظ اللي ايه؟ الاضلاع 3 4 5 6 8 10 5 12 13. بدل ما كل مره تطبق فيثاغورس، لا احفظ لي الثلاث مثلثات دول وسهلين. بس بنقول القاعده بتاعت فيثاغورس ليه؟ عشان لو جالنا اضلاع غير دول نطبق فيهم الايه؟ القاعده. لكن دول بنسميهم المثلثات الايه؟ المشهوره. في مشكله؟ تمام ماشي. النهارده مفيش ملزمه ومفيش ورق، فاللي عايز يصور صوره عشان يروح يفرغ الكلام ده في كشكوله يعمل كده ان شاء الله. لازم بقى على النسب المثلثيه، او بنسميهم الدوال المثلثيه. الدوال اللي ايه؟ ايه هي الدوال المثلثيه؟ الدوال المثلثيه اللي هي دالة الجا اللي هي الجيب، ودالة الجتا اللي هي جيب التمام، ودالة الظل اللي هي الظا. جا جتا ظا، اللي هما الجا على الآلة اللي هي الساين، والجتا الكوزاين، والظا اللي هي التان. تمام؟ طيب لو انا عندي بقى مثلث
طبعا الدوال المثلثيه دي ما بتظهرش غير فين؟ غير مع المثلث القائم برضه. عشان اطلع دوال مثلثيه لازم يكون في عندي مثلث قائم. هسمي الزاويه دي زاويه ه. الضلع اللي قدام ه بنسميه المقابل اللي في وشها. طب والضلع اللي جنب اله بنسميه المجاور. طب ده اسمه ايه؟ عارفين؟ الوتر. طيب عايز اجيب جاه اللي هي جيب الزاويه. الجيب بيساوي المقابل على الوتر. المقابل على مين؟ على الوتر. طب الجتا المجاور على الوتر. طب الظل المقابل على المجاور. طيب بالارقام، يعني لو اديتك مثلث كده وقلت لك انا عندي زاويه هنا اسمها ه، خلي بالنا المقابل والمجاور على حسب الزاويه. يعني ايه؟ هنا الزاويه ه صح؟ فده اسمه ايه؟ مقابل وده. طب لو الزاويه كانت هنا يبقى ده هو المقابل وده المجاور. يبقى المقابل والمجاور بيتغيروا على حسب وضعيه الزاويه. مش ثابت ان ده المقابل، لا المقابل يعني بيقابل الزاويه، المجاور بيجاور الزاويه. طيب المثلثات المشهوره اللي احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي مثلا 3 4 كام؟ 5. ده مثلث عارف ضلعين، اقدر اجيب الضلع الايه؟ الثالث. اقدر اجيب من المثلث ده الثلاث دوال مثلثيه، الجا ه بكام؟ والجتا ه بكام؟ والظا ه بكام؟ الجا قلنا مقابل على ايه؟ على وتر اهو، الجا مقابل على وتر. طب المقابل 4 والوتر يبقى بيساوي 4 على 5. طب الجتا مجاور على وتر يبقى 3 على 5. الظا مقابل على مجاور يبقى 4 على 3. فهمت؟ طيب لو جيت قلت لك على جنب كده إذا كان ظا ه بيساوي 6 على 8 أوجد الجا ه والجتا ه. لما يكون معاك داله مثلثيه سواء الظا او الجا او الجتا وعايز تجيب الدوال الباقيه لازم ترسم المثلث القائم. لازم ايه؟ طيب تعالى كده على جنب وارسم لي المثلث القائم وحط لي زاويه اسمها ه اللي هي ديت. الظا قلنا الظا عباره عن ايه على ايه؟ مقابل على مجاور، يعني ده المقابل وده. طيب فين المقابل؟ اهو. فين المجاور؟ اهو. 6 8 يبقى الوتر كام؟ 10. لسه قايلين من شويه فيثاغورس الثلاث مثلثات المشهوره 3 4 5 6 8 10 5 12 13. يعني بمجرد ما انا معايا نسبه منهم من الثلاثه سواء الظا او الجا او الجتا اروح راسم المثلث حاطط الزاويه واشوف هو مديني النسبه اللي هي الظا ولا الجا ولا الجتا. هنا مديني الايه؟ الظا مقابل على مجاور يبقى احط المقابل ب6 والمجاور يبقى الوتر كام؟ اجي بقى اجيب الجا. احنا عارفين ان الجا مقابل على وتر يبقى ادي مقابل وادي الوتر يبقى كام؟ 6 على 10. طب الجتا مجاور على وتر يبقى 8 على 10. فهمت؟ هيكون في امتحان المره الجايه على الاساسيات دي اجيب لك مسائل زي دي كده واقول لك اوجد الجا والجتا والظا وادي لك النسبه، ادي لك الظا اقول لك هات الجا والجتا، او ادي لك الجا اقول لك هات الظا والجتا. فهمت يا شباب؟ ما تخرجش من باب القاعه وانت مش فاهم. ما تجيش المره اللي بعدها تقول لي والله الدرس اللي فات انا ما فهمتوش خالص ابيض. لا هشنقك في المروحه. ما تطلعش من القاعه غير وانت فاهم. اسال عشان تروح تذاكر، لكن تروح تقعد لي اسبوع وتجي الاسبوع اللي بعد تقول اصل انا ما فهمتش الدرس اللي فات. يا فرحتي بيك. حقيقه هبقى فرحان. نتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها قاعده اقليدس. اقليدس اللي بنقدر نقول ان هو من اشهر علماء الرياضيات، يعني عامل قاعده جميله قوي وهي لو انا عندي مثلث قائم اسمه ا ب ج تمام؟ وقال لك انا هسقط من النقطه ب اللي هي من نقطه القايمه عمود على الوتر. عمود على مين؟ الضلع ده كده اللي هو هنسميه مثلا ب ايه؟ ب د. خارج من راس القايمه عمودي على الوتر. احيانا في بعض المسائل كتير مش احيانا هنبقى محتاجين نحسب طول الضلع ب د ده عشان نحتاجه في المساله.
احسبه ازاي؟ قال لك عن طريق قاعده اقليدس. بتقول ايه اقليدس؟ تقول لك ان ب د بيساوي ايه؟ شرط الكسر سواء ا ب في ب ج على ا ج. مثال 5 12 ا ب ج، واسقطت لك من هنا عمود اسمه ب د. ب د هيساوي كام؟ اولا هتروح تجيب لي الضلع الايه؟ الوتر اللي هو ا ج منين؟ من فيثاغورس. 5 12 يبقى كام؟ يبقى دي اول خطوه. هتروح تقول لي ان ا د بكام؟ ب 13. طيب ب د هيساوي ايه؟ ا ب اللي هي كام؟ 5 في ب ج اللي هي كام؟ على ا د ا ج اللي هي كام؟ 13. وعلى الآلة شوف الكلام ده يطلع بكام. خلصت المسألة. أظن إيه؟ هي بس كده دي هتبقى خطوة في مسألة. يعني المعلومة دي هتبقى خطوة كده في مسألة عشان تعرف تكمل بقية المسألة. طب لو مش عارفها مش عارف تحل المسألة أصلا. يعني مسألة الميكانيكا اللي هي أصلا هتبقى سهلة أنت مش هتعرف تحلها، وهتشوفوا معايا إن مشاكلكم مش هتبقى في الميكانيكا. يعني لما اشرح لك قاعده ميكانيكيه اقول لك قانون نيوتن او قانون الاحتكاك او قانون الازدواج او واديك قانون، تقول لي القانون ده سهل جدا، واجي اديك مساله عبيطه قوي، بس هتقف في النص فين؟ في الحاجات دي. هتقف في النص بقى في ضلع انت عايز تجيب قيمته عشان تعوض بيه وتحل المساله، مش عارف تجيب طول الضلع. وصلت؟ فهي حاول تقوي نفسك في حساب المثلثات. خد مني المعلومات اللي قلتها. المهندس محمد لما بيديك رياضه خد منه معلومات اللي تخص حساب المثلثات او جمعها، لانك حساب المثلثات هو العمود الفقري للمعادله. هو العمود الفقري لمواد المعادله كلها. يعني هتلاقينا نحط لك فيه الهندسه الفراغيه. الهندسه الفراغيه فيها حساب مثلثات، مليانه حساب مثلثات. تحليل القوه ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا يا باشمهندسين، دايما احنا هتلاقي كل شغلنا في الميكانيكا مبنيين ان يبقى عندنا شويه قوه. لازم القوه دي تكون في اتجاهين اثنين فقط لا غير. ايه هما الاتجاهين؟ اتجاه السين اللي هو الاكس اللي هو الافقي، واتجاه الصاد اللي هو الواي اللي هو الراسي. فلو قوه مايله جايه لي كده لازم احللها الى مركبتين. يعني ايه احللها؟ يعني استعيض عنها، اشيلها واحط قوتين تانيين بيحلوا محلها وبيؤدوا نفس تاثيرها، ويكونوا القوتين دول في اتجاهين متعامدين، السين والايه؟ والصاد. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني بص معايا، ده مين؟ ده سين، صح كده؟ طيب وده صاد، ده الصاد وده السين. طيب انا عندي قوه اهي اسمها ايه؟ قاف، عامله زاويه اهي مع مين؟ مع السين. طب انا بقول لك لما تجي لك حاجه زي كده لا احنا عايزين نلغيها، عايزين نلغي القوه دي خالص ونحط مكانها قوتين تانيين، واحده في هذا الاتجاه وواحده في هذا الاتجاه، ونلغي دي خالص كانها مش موجوده. طيب القوتين دول بيساوي ايه او اجيبهم ازاي؟ بص معايا، هناخد القاف دي مره هنضربها في جاه ومره هنضربها في جتا اهي، الجا والجتا اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شويه. فانا لو عارف الجا او الجتا بتاعت الزاويه اهي فانا خلاص عارف الجا اهي والجتا اهي. طيب باقي لي بقى اضرب القاف هنا في جا ولا جتا وهنا في جا ولا جتا. بص معايا، الضلع القريب من الزاويه ياخد الجتا، الضلع القريب من الزاويه ياخد الايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي قاف هضربها في جتا اهي، وهنا قاف هضربها في جا اهي. اشمعنى دي جا ودي جتا؟ لسه قايلين الضلع القريب من الزاويه ياخد الايه؟ والبعيد ده بعيد عن الزاويه. حد فاهم؟ طيب لو جيت غيرت لك الرسمه شويه وقلت لك والله هنا القاف والهي اهي، ايوه هتبقى هنا ايه؟ قاف جتا اهي، وهنا قاف جا اهي. يبقى اللي لازقه في الزاويه تاخد الجتا والبعيده تاخد الجا. اتفهمت الحته دي؟
طيب ناخد مثال بالارقام. لو جيت قلت لك انا عندي ق هنا قيمتها 10 وعندي زاويه هنا اسمها ه، وجيت على جنب كده قلت لك ج ه بيساوي 3 على 5، هتيجي تقول لي هحلل ال10 دي الى قوه هنا وقوه هنا، دي تاخد الايه؟ الجا، ودي تاخد الجاتا، يبقى هنا 10 جا ه وهنا 10 جاتا ه، وعرفنا ليه دي جاتا ودي جا، اللي جنب الزاويه يبقى جاتا والبعيد عن الزاويه يبقى جا. طيب قيمه الجا ه والجاتا ه بكام؟ اجي هنا على جنب، قلنا لما ادي لك نسبه مثلثيه الجا او الجاتا او الظا، عشان اجيب بقيه النسب لازم ارسم الايه؟ تمام، اروح راسم المثلث القائم وحاطط الزاويه ه، وده جا يعني مقابل على وتر، يبقى المقابل 3 والوتر 5، يبقى المجاور كام؟ طيب يبقى الجا ه ب 3 على 5 والجاتا ه برافو 4 على 5. اجي هنا اعوض، لو ال10 في هشيل الجا ه واكتب كام؟ 3 على 5 يبقى كام؟ 6. طب هنا 10 في جاتا ه بكام؟ 4 على 5 يبقى الناتج كام؟ 8. يبقى كأني شلت القوة اللي هي ال10 وحطيت قوة قيمتها 6 في هذا الاتجاه وقوة قيمتها 8 في هذا الاتجاه. صعبة؟ أعتقد الموضوع سهل وبسيط. طيب كل دي أساسيات، أنا مش هشرح النهارده تقريبا احتكاك، يمكن أنا أدي نبذة عنه في آخر المحاضرة. كل دي أساسيات، أنا الكلام ده هيعطلنا بعدين، فأنا مش عايز يعطلنا. عايز الناس تبقى إيه؟ اي اساسيات معلومه انا هحتاجها في المنهج وانا بحل، اول ما اجي اقول ايه؟ انا عندي هنا زاويه وقوه عايز احللها، ماليش واحد فاتح لي بقه ايه ده؟ احلل اعمل ايه؟ التحليل ايه ده؟ لا، هنعطل كده. عشان كده انا بعمل حصه اساسيات في الاول. انت زي دي اهي اهي عندي قوه هنا قيمتها 20 وعندي زاويه هنا اسمها ه، وجيت قلت لك الجا ه، جيت هنا قلت لك الظا ه ب5 على 13. هتقول لي ايه؟ ال20 هتخليها ايه؟ هنا 20 جاتا ه وهنا 20 جا ه، واجي ارسم على جنب مثلث قائم وادي الزاويه ه، ده ظا مقابل على مجاور. دي مش مظبوطه، دي خليها 12. صح برافو، 5 على 12 يبقى مقابل على مجاور، المقابل 5 والمجاور 12 يبقى الوتر. اجي هنا على جنب اجيب الجا ه والجاتا ه، الجا 5 على 13 اللي هي مقابل على وتر، والجاتا مجاور على وتر 12 على 13، واجي اعوض هنا هقول 20 في جاتا ه اللي هي 12 على 13، وعلى الآلة اشوف الناتج هيطلع بكام. طب هي نفس الكلام 20 في الجا ه 5 على 13 وعلى الآلة واشوف هيطلع بكام. اظن الموضوع سهل. خطوتين، الخطوه الاولانيه انك تشوف الظا اللي هو مديها لك او الجا او الجاتا، ترسم مثلث وتطلع النسبه الثانيه وتحلل جا وجاتا وتعوض. قوه مايله تمام، وحبينا نلغيها ونعوض عنها بقوتين مالهم متعامدتين اللي هما السين والايه والصاد. لو العكس بقى حاصل، يعني لو معايا القوتين وعايز الغيهم واخليهم ايه؟ قوه واحده، يعني اجيب المحصله بتاعتهم كده، قوه 6 وقوه 8، وعايز اجيب ايه؟ القوه دي. عكس الكلام اللي كنا بنقوله من شويه كنت بدي لك القوه وزاويه صح؟ واقول لك هات لي القوتين دول. هنا لا، انا بديك القوتين وعايز القوه دي، وهنا سهله. ليه بقى؟ بما ان القوتين دول متعامدتين يبقى هطبق قاعده فيثاغورس اللي احنا لسه قايلينها من شويه. ازاي؟ اقول ان القاف بتساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع والناتج اخد له الايه؟ الجذر. 6 تربيع ب 36، 8 تربيع ب 64 يبقوا 100، جذر ال 100 كام؟ تبقى القوه دي بكام؟ ب 10. اظن دي سهله دي. بس كده.
هو صعب؟ عايز اتكلم بقى عن الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه، اول شكل هندسي عندنا المربع، تاني شكل مستطيل، تالت شكل المثلث. ايه اللي يهمنا في الاشكال الهندسيه اللي يخصنا احنا في الماده بتاعتنا؟ انك تعرف خصائص الشكل الهندسي. يعني ايه خصائصه؟ حد يقدر يقول المربع عباره عن ايه؟ 4 اضلاع متساويه في الايه؟ في الطول. وايه تاني؟ قد بعض في الطول. وايه تاني؟ كل ضلعين مالهم؟ متوازيين. متوازي، ما احنا قلنا خلاص كل الاضلاع متساويه، صح؟ مش المربع كل اضلاعه متساويه اهو. ده المربع، الضلع ده قد ده قد ده قد ده، كلهم قد بعض. يعني لو ده لام يبقى ده لام لام لام، 10 10 10 10، 5 5 5 5، يبقى جميع اضلاعه ايه؟ متساويه. وكل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني الضلع ده بيوازي الضلع ده والضلع ده بيوازي الضلع ده. يعني ايه بيوازيه؟ يعني عمرهم ما هي ايه؟ ما هيتقابلوا، زي قضيب القطر كده، عمرهم ما ايه؟ ما هيتقابلوا. طيب كل زواياه قايمه، يعني زي دي قايمه ودي ودي، صح؟ طيب القطرين، القطر عارفين قطر المربع اللي هو ده، والقطر ده متساويين في الطول. وايه تاني؟ هما طبعا بيتقابلوا عند مركز المربع، النقطه دي في المركز بالظبط في نص المربع. قلنا القطرين بيساووا بعض في الطول. لا، ينصف كل منهما الاخر. يعني ايه ينصف كل منهما الاخر؟ يعني الحته دي قد الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، صح؟ في كمان معلومه، القطرين متعامدين. يعني ايه؟ يعني الزاويه دي ايه؟ قايمه. بيتقابلوا على الايه؟ على التعامد. يعني هما متقابلين بس الزاويه بينهم كام؟ 90. فهمت؟ طيب بقول المعلومات دي ليه بقى؟ ركز معايا. لو انا عندي مربع اللي قدامكم ده اسمه مثلا ا ب ج د، تمام؟ طول ضلع المربع اسمه ايه؟ لام. طيب القطر اللي هو بالاخضر ده او بالازرق طوله يبقى كام؟ لو خدنا مثلث من المثلثات الكتير اللي في الشكل، هاخد المثلث اللي اسمه ا ب ج ده اللي هو ده، ارسمه بره كده، ا ب ج، معايا؟ الضلع ده اسمه ايه؟ لام. والضلع ده اسمه ايه؟ لام. ده لام وده ايه؟ لام، صح ولا لا؟ انا خدت المثلث ده، فالضلع ده اسمه ايه؟ لام. والضلع ده اسمه ايه؟ طب اجيب ده منين؟ من فيثاغورس. ازاي؟ اقول لام تربيع زائد لام تربيع تحت الجذر يبقى الناتج لام جذر 2 ثابت. وده بنسميه مثلث 45 45. لان المثلث القائم المتساوي الساقين مثلث قائم، الضلعين دول متساويين، اكيد الزاويتين دول كمان ايه؟ طب الزاويتين دول هم متساويين ازاي؟ لازم يبقوا 45 و45. يبقى ده مثلث 45 45، طول الضلع ده لام، يبقى ده لام، يبقى ده كام؟ لام جذر 2. مثال بالارقام، يعني لو قلت لك الضلع ده 10 سم وده 10 سم، يبقى ده كام؟ ايوه 10 جذر 2. جذر، ايوه صح، ده قانون اهو، لام 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 جذر 2 يبقى 10 10 10 جذر 2. يعني لو الضلعين متساويين يبقى الضلع دوت قدهم جذر 2 بالظبط. اهو القاعده اهي، لام 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 جذر 2. محمد 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 جذر 2. عبد السميع عبد السميع عبد السميع جذر 2. خلاص؟ وصلت؟ تمام. طيب لو حبيت اجيب بقى طول الضلع، لو سميت النقطه دي ميم، لو عايز اجيب طول الضلع ب م، ب م اللي هو هنا، اوصل ده كده واقول ده ب، اهي ب م.
حد يقدر يقول لي اجيب ب م ده منين؟ ايوه ايوه برافو، من قاعده اقليدس، صح كده؟ الف ب في ب ج، يبقى الف ب في ب ج على الف ج كلها. اربط الدنيا ببعضها عشان احنا لما نيجي نشتغل هتلاقي المساله اصلا عباره عن مربع، وانا عايز اجيب طول الضلع ده عشان احل المساله. هجيب الطول الضلع ده منين؟ شفت احنا استخدمنا كذا حاجه اهو. خدنا المثلث الكبير ده بره، عارف الضلع ده وعارف الضلع ده، اعرف اجيب الضلع ده، اسقط من هنا عمود، استخدم قاعده اقليدس اللي لسه قايلها من شويه، واقول طول الضلع ده في ده على زي ما انتوا جاوبتوا كده دلوقتي. طيب بالنسبه للمستطيل شبه المربع شويه مع اختلافات بسيطه. ادي المستطيل اهو، كل الضلعين متقابلين متساويين. ايوه الضلع ده بيساوي الضلع ده، وده بيساوي ده، غير المربع. المربع كله اضلاعه قد بعض، لكن المستطيل لا، المستطيل كله ضلعين قدام بعض بيساوي بعض ومتوازيين طبعا. جميع زواياه ايه؟ قايمه، زي المربع في الحته دي. طيب القطرين متساويين، متساويين برضه، وينصف كل منهما الاخر، يعني الحته دي قد الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، لكن غير متعامدين. يعني الزاويه دي خلي بالك كانت قايمه صح؟ 90، لكن هنا مش قايمه، الزاويه دي مش قايمه، مش متعامدين. بنفس الطريقه لو سميت ده الف وب وج ود، ودي نقطه م، لو عايز اجيب ب م هتقول لي سهله. ليه سهله؟ ايوه اتعودنا اخد ايه؟ مثلث اللي هو الف ب ايه ج، ارسمه بره كده، الف ب ج، دي قايمه. انا عارف طول الضلع ده وعارف طول الضلع ده، اطبق فيثاغورس اجيب الوتر، صح كده؟ تمام. طيب الوتر او القطر ده لو قسمته نصين يبقى جبت الحته دي وجبت الحته دي وجبت الحته دي وجبت الحته دي، اللي هي بالنسبه لنا ب م. خلي بالك الب م هنا مش قايمه، صح؟ دي مش قايمه، يعني ما ينفعش استخدم مين؟ اقليدس، اللي هي دي. القاعده دي بستخدمها امتى؟ لما تكون القطعه المستقيمه دي خارجه من راس القايمه عموديه على الوتر، يعني بتعمل زاويه قايمه هنا، لكن هنا ما بتعملش زاويه قايمه، يبقى ما ينفعش استخدم القاعده دي. امال هعمل ايه؟ بص يا حبيبي، لو تعالى ناخدها بالارقام، لو قلت لك ده 6 وده 8 يبقى ده كام؟ 10 صح؟ يبقى نص ده كام؟ 5 و5، يبقى ده كام؟ 5 برضه. ليه؟ لسه قايلين فوق اهو، ده قد ده قد ده قد ده. فانا لو عرفت الطول ده كله هقسمه على الاثنين، يبقى انا جبت الحته دي والحته دي. ده اربعه، يعني دي 6 تربيعها يبقى كام؟ 36، 6 تربيع، 6 في 6. دي 8 تربيع يبقى 64، اجمعهم على بعض 36 و64 يبقوا 100. جذر ال 100 كام؟ 10. هو ده. سهل، موضوع سهل وبسيط. طيب دي قاعده اسمها قاعده اقليدس. عايز اجيب طول الضلع ده، بضرب الطول الضلع ده في الضلع ده على الضلع ده. ليه هنا ما جاي؟ يعني هنا 10 في 10 على 10 جذر 2، لام في لام على لام جذر 2. سؤالك؟ مش ب م برضه بتساوي برضه الف م برضه م ج؟ كلهم قد بعض. طب ليه ما عملناش كده على طول بدل ما نجيب ب م؟ عملناها ازاي؟ ينفع. اللي عايز اقوله ان الكلام ده انت دلوقتي عشان المثلث ايه؟ متساوي. طيب لو المثلث مش متساوي، يعني ايه مش متساوي؟ يعني لو عملت لك كده مثلث الف ب ج، هنا ينفع في الحالتين. يعني دي انت قلت لي ممكن استخدم في اقليدس، وممكن اقول ايه؟ طول الضلع ده اقسمه على الاثنين، صح؟ تنفع في حاله واحده لو المثلث الضلعين ايه؟ متساويين، تساوي الساقين. لكن لو الضلع ده مش قد ده يبقى ما ينفعش، لازم استخدم ايه؟ اقليدس. مش عموديه ينفع؟ لازم تبقى عموديه عشان استخدم اقليدس. لو هنا مش عموديه ينفع استخدم طيب ايه بالظبط؟ اربط الدنيا كده ببعضها عشان ما تتوهش. فرغ الكلام ده بورقه وقلم بخط ايدك، محدش يذاكر من الصور ولا من الموبايل. امسك كشكولك
وطلع الكلام ده من على الصوره اللي انت مصورها وارسمها في الكراسه بتاعتك وطلع الموضوع عشان تفهم احنا بنعمل ايه. طيب نيجي للمثلث. المثلث طبعا حياتنا كلها ايه؟ مثلثات. لو خدت بالك كل شكل بناخد منه يعني مربع رحنا واخدين منه مثلث، المستطيل خدنا منه مثلث. فالمثلث احنا ايه؟ مكمل معانا واشتغلنا عليه قوانينه، كل قوانين اسمها حساب المثلثات اللي احنا بنقول ده حساب مثلثات. الجا والجتا واقليدس وفيثاغورس كلها عباره عن ايه؟ حساب مثلثات. طيب ده صور. استاذنك بس توقف الفيديو لما لو انا عندي بقى زاويه اسمها اهي والوتر اسمه لام، عايز احسب طول ضلعي القايمه بمعلوميه الوتر وطول وقياس الزاويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو اديك مثلث، لو خدت بالك في كل الاحوال اللي فاتت كنت بديك ضلعين صح؟ يبقى اديك الضلعين دول وانت تحسب الثالث ده، او اديك الضلعين دول وانت تحسب الضلع ده وهكذا، او اديك الجا والجتا وانت ترسم مثلث. هنا بقى انا مدي لك ضلع اللي هو الوتر ومدي لك ايه؟ زاويه. عايز اجيب الطول ده اللي هو المقابل والمجاور. المقابل والايه؟ المقابل بنسميه لام جاهي، والمجاور بنسميه لام جته. برضه لسه قايلينها من شويه، الضلع جنب الزاويه ياخد الايه؟ الجتا، واللي في وش الزاويه ياخد الجا. مثال، لو اديتك مثلث كده وقلت لك الزاويه دي 30 والضلع ده 10 سم، يبقى ده كام وده كام؟ ها؟ 6 و8. عرفت منين؟ لا استخدم القاعده دي. لام جاي طيب اللام هنا بكام؟ ب 10 والهي 30، يبقى هنا 10 جا 30 وهنا 10 جاتا 30. طبعا هتعملها على الاله الجا 30 بنص، في 10 يبقى 5، وهنا الجاتا 30 بجذر 3 على الاثنين، في 10 يبقى 5 جذر 3. مثال تاني اهو، لو قلت لك الزاويه دي 60 والضلع ده ب 20، يبقى ده كام؟ 20 ايوه 20 جا 60 و20 جاتا 60. ونعوض على الاله الجا 60 بجذر 3 على الاثنين، يبقى دي 10 جذر 3، وهنا نص في 20 بايه؟ ب 10. مثال كمان، لو قلت لك الزاويه دي 45 والضلع ده 10، يبقى ده كام؟ يبقى ده 10 كده. 10 جا 45 وده 10 جاتا 45، يبقى ده 5 جذر 2 وده 5 جذر 2، لانهم هيطلعوا بيساووا بعض. مش قلنا ال 45 لازم يبقوا متساوي الساقين؟ صعبه؟ انا شايف الموضوع سهل جدا مفيش اي حاجه. فتح مخك معايا، الضلع اللي في وش الزاويه ياخد الجا واللي جنب الزاويه ياخد الجاتا. المعلومه دي هتقابلنا كتير جدا في الميكانيكا، كتير جدا. هتلاقيني راسم مثلث كده اسمه أ ب ج، والزاويه دي مثلا اسمها ه، وعندي كمان هنا ضلع كده اسمه مثلا د م، اي حاجه. تمام؟ وبقول لحضرتك لحظه واحده بس، انا اقول لك اهو، عايز طول أ ب، وعايز طول ب ج، وتعال نمسح بس ده عشان ما تلخبطكمش، نقولها في مثال تاني. وهكون مدي لك الالف ج ده معروف والزاويه معروفه باي حاجه، اي رقم سميه لام، سميه مثلا اهو خليه لام، والزاويه معروفه. فهتقول لي ده لام جا ايه ه، وده لام جتا ه. طب لو جيت رحت راسم لك خط هنا كده، تمام، وسميت لك ازاي دي د ودي م، وقلت لك قيمه الايه؟ الدال ج دي كل كده اسمها لام، دي لام، وعايز طول الضلع ده، وعايز طول الضلع ده،
نفس الطريقه بالظبط. هتاخد اللام دي اللي في المثلث. ليه؟ لان انا هيبقى مديك الاضلاع كلها. فانا عايز انهي مثلث؟ عايز ده. فهقول لام، لام جت اهي، وهنا لام جه اهي. نفس الطريقه. مثلث كبير، مثلث صغير، انا ليا قاعده بطبقها. باخد الوتر اضربه في جا، وهنا اضربه في ايه؟ في جات. مفهوم الحته دي؟ وقف عشان احنا كنا بنصور دلوقتي. مساحه المثلث هتساوي نص في 10 في 5 في جا 3 بس، وعلى الآلة تطلع قيمة المساحة. الموضوع صعب؟ طيب بص على المثلث ده كده. لو اديتك المثلث وقلت لك الضلع ده 10 سم والضلع ده 6 سم، احسب لي مساحة المثلث ده. احنا هنا استخدمنا نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية. استخدمنا القانون ده عشان هو مديني ضلعين وزاوية. طب هنا مش مديني زاوية، يبقى هستخدم القانون التاني اللي هو ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع. طب القاعدة كام؟ طب الارتفاع بكام؟ هنجيب عليه فيثاغورس. الله ينور عليك. خلي دي بس عشان تنفع، خليها 12. طيب دي 12 اللي هي كلها، تبقى دي كام وكام؟ 6 و6. طب دي 6 ودي 10، يبقى الارتفاع كام؟ فيثاغورس 10 6 8. تاني انا قلت لحضرتك اهو عشان بس الناس ما تتلخبطش مني. انا بقول لك الضلع ده كام؟ 12 كله، يبقى نصه كام؟ يبقى دي 6 سم وده 6 سم. تمام؟ طيب اخد المثلث ده، الضلع ده كام؟ 10 والضلع ده كام؟ من فيثاغورس 10 6، يبقى الضلع اللي باقي كام؟ 8. يبقى هنا الارتفاع كام؟ 8 والقاعده كام؟ يبقى مساحه المثلث هنا هتساوي ايه؟ نص القاعده اللي هي 12 في الارتفاع اللي هو 8. خلصت المساله. الكلام ده كله هسألك في المحاضره الجايه. هديك رسمه زي كده، اديك ضلعين واقول لك احسب مساحه المثلث ده، احسب مساحه المثلث ده، مساحه المربع، مساحه المستطيل. هدي لك رسمه وادي لك ضلع ناقص واقول لك احسب لي طول الضلع من اقليدس بقى، من فيثاغورس. تروح تذاكر لي الكلام ده، تجيش المره الجايه غير كل الاساسيات دي مهضومه تماما، عشان وانا بشرح دروس الميكانيكا ما تعطلش وتعطلنيش وتعطلش نفسك. شبه المنحرف. في عندنا شكلين لشبه المنحرف، ده الشكل الاولاني وده الشكل الثاني. ايه الفرق او ايه المشترك؟ اولا شبه المنحرف في قاعدتين متوازيتين، دي اسمها القاعده الاولى ودي القاعده الثانيه، دي القاعده الاولى ودي القاعده الايه؟ الثانيه. ده اسمه شبه منحرف قائم. ليه؟ عشان الزاويتين دول ايه؟ قايمين كده. لكن ده شبه منحرف غير قائم لان الضلع ده مش ايه؟ مش قائم، مش عمودي. تمام. طيب هسمي دي اسمها قاف واحد اللي هي القاعده الاولى، ودي قاف 2، ودي قاف 1، ودي قاف 2. ده اسمه عين اللي هو الايه؟ الارتفاع. طب هنا فين الارتفاع؟ ايوه، نسقط من هنا كده عمود ونقول ان ده هو مين؟ العين اللي هو الارتفاع. مش لازم، هو ده. لو عملت كده هتلاقي طول الضلع ده هو الضلع ده. طيب مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. نص مجموع القاعدتين في الايه؟ يعني لو اديتك مثال، لو قلت لك القاعده دي مثلا ب 5 سم والارتفاع، والقاعده دي ب 10 سم والارتفاع ده ب 8 سم، يبقى مساحه شبه المنحرف هيساوي ايه؟ نص 5 زائد 10 في 8 وهكذا.
لازم تستخدم التولز اللي عندك. يعني ايه؟ يعني لو جيت هنا مثلا في المثال ده ما اديتكش الارتفاع، ما اديتكش الايه؟ هتحسبه ازاي؟ لازم اكون مدي لك الضلع ده والضلع ده عشان تحسبه منين؟ من فيثاغورس. دماغك تشتغل، انا عايز دماغك تشتغل. شفت انت السواق اللي هو سايق بتلاقي عينيه بتبص يمين على المرايه دي والمرايه دي والمرايه اللي في النص، وياخد باله من الفرامل والدبرياج والغيار. طول ما انت بتذاكر عايز دماغك شغال. اربط الدنيا كلها ببعضها. كلام مش صعب، المنهج على فكره مش صعب، محتاج مذاكره من اول يوم. ذاكرت من اول يوم هتلاقي الدنيا ماشيه معاك حلو، ما ذاكرتش هتلاقي الدنيا صعبه. خلاص شبه المنحرف في مشكله؟ اظن سهل. يعني ايه احتكاك؟ دلوقتي لو انا جيت حطيت، ركزوا معايا بص كده، جسم ولكن الموبايل ده على سطح زي الخشبه اللي قدامي دي. الموبايل محطوط دلوقتي على الايه؟ على السطح. مفيش احتكاك. امتى يكون في احتكاك؟ اول ما ابدا اثر على الجسم بحيث اخليه يتحرك. بحيث اخليه ايه؟ مش شرط يكون في حركه. خلينا واقعيين، الاحتكاك مش شرط يكون في حركه. يعني مش شرط ان يكون الجسم بيتحرك عشان يكون في حركه. امال الاحتكاك بيظهر امتى؟ بيظهر عند التاثير على الجسم لمحاوله تحريكه. يعني ايه؟ دلوقتي في جسم محطوط على ايا كان السطح، وانا مسكت الجسم ده وهبدا اشده، يبدا الاحتكاك يظهر. احتكاك ما بين الجسم وما بين السطح. اول ما ابدا اشد الجسم يبدا الاحتكاك ايه؟ قوه الاحتكاك تقوم واقفه لي بقى، انا موجوده. لو قوه الاحتكاك كبيره لدرجه ان انت مش قادر تشد الجسم مش هيتحرك، صح؟ يبقى قوه الاحتكاك تغلبت على القوه الخارجيه اللي انت بتاثر بيها على الجسم. طب لو انت قوتك او القوه الخارجيه اكبر من الاحتكاك، الجسم هيتحرك. طيب احنا هنا لمده 6 دروس مش هنتكلم عن الحركه اصلا، لان احنا بنشرح مين؟ استاتيكا. الاحتكاك ده اول درس في ايه؟ الاستاتيكا. الاستاتيكا هو علم السكون. علم الايه؟ يعني ايه السكون؟ من اسمه كده استاتيكا او استاتيك، يعني ساكن. ساكن يعني هندرس اتزان الاجسام وهي ساكنه. اول ما الجسم يتحرك دخلنا فين؟ في علم الحركه اللي هي مين؟ الديناميك. يبقى احنا مش هنتكلم عن الحركه خالص دلوقتي. يبقى كل دراستنا عن الجسم هو ايه؟ ساكن. طيب انا جيت قلت لحضرتك عندي سطح زي كده. طبعا احنا السطح بنرسمه عباره عن ايه؟ خط، لان حضرتك ده اسمه ايه؟ سطح. لما اجي ارسمه في ال2 دي هرسمه كده. انت هتشوفوا ايه؟ انتوا ناس واخدين المساقط والكلام ده، يعني المفروض يعني صح ولا ما خدتوش؟ طيب يعني بالنسبه لي ده ايه؟ خط. يبقى لما ارسم خط كده تعرف ان هو ايه؟ مستوى زي كده، وارسم عليه جسم زي كده. فالجسم محطوط على السطح بالمنظر ده زي ده كده، بس انت بتشوف خط والجسم بتشوفه ايه؟ عباره عن برضو مستطيل او مربع او ايا كان الشكل. مجرد رسم انديكيشن. في الاستاتيكا لازم ترسم. لازم ترسم مش عشان يديك درجات، عشان تعرف تحل المساله. عشان تعرف تحل المساله لازم ترسم رسم كروكي كده عشان تعرف تحل. طيب انا عندي جسم اهو، الجسم ده له ايه؟ له وزن. له ايه؟ اي جسم بيكون ايه؟ طيب الوزن دايما يؤثر رأسيا لأسفل. اتجاه الوزن فين؟ رأسي لأسفل. يبقى أول ما أحط جسم على سطح أروح راسم واو لتحت كده. طيب السطح ده هيرد على الجسم بإيه؟ برد فعل. ليه؟ رد الفعل اللي بتاع السطح على الجسم. لأن كل فعل رد إيه؟ رد فعل اللي هناخده في الديناميكا إن شاء الله. يبقى أنا عندي جسم محطوط على مستوى، الجسم ده له وزن والمستوى بيرد على الجسم برد فعل عكس الايه؟ عكس الوزن زي ما انت شايف كده. والوزن الريه تساوي مين؟ صح ولا لا؟ الجسم متزن. يعني ايه متزن؟ يعني القوة اللي بتأثر على الجسم محصلتهم بايه؟ بصفر. يعني القوة اللي طالعة لفوق بتساوي القوة اللي ايه؟ نزلت تحت. وزي ما هنشوف القوة اللي رايحة يمين بتساوي القوة اللي رايحة ايه؟ ما هو لو ما حصلش التساوي ده الجسم معناه ايه؟ هيتحرك. واحنا قلنا هندرس الجسم هو ايه؟ ساكن متزن. يبقى لازم محصلة القوة تكون بايه؟ بصفر. يعني ايه محصلة القوة بصفر؟
يعني لما اقول في وزن لاسفل يبقى في رد فعل عكسه لاعلى، والوزن بيساوي رد الفعل. دي اول معادله او اول معلومه. طيب لو جيت مسكت الجسم ده بحبل وشدته كده بقوه قاف، يظهر لي هنا ايه؟ ح، اللي هي مين؟ الاحتكاك. دايما الاحتكاك عكس مين؟ عكس الحركه، عكس اتجاه الايه؟ انت عايز تشد الجسم الناحيه دي يظهر لك احتكاك عكسه. عشان نقول ان القاف بتساوي ايه؟ ودي المعادله رقم 2. في مشكله؟ طيب الاحتكاك ده بيظهر ما بين الجسم والايه؟ والسطح، في المنطقه دي اللي هي منطقه التلامس، صح؟ المنطقه اللي بيحصل تلامس ما بين الجسم والسطح بيكون فيها ايه؟ احتكاك. تمام. كل ما ازود القوه دي كل ما الاحتكاك ايه؟ يزيد، لحد ما بيوصل الاحتكاك لحاجه اسمها الاحتكاك النهائي او الاحتكاك السكوني. يعني ايه الاحتكاك النهائي او الاحتكاك السكوني؟ يعني ركز معايا في الحته دي. لو قلت لك القوه ق ب5 نيوتن يبقى ح بكام؟ ب5 نيوتن. طب لو قلت لك ان ال5 نيوتن دي هي اكبر قوه ينفع اثر بيها على الجسم دون ان يتحرك، يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو زودت عن القوه 5 نيوتن دي هبابه الجسم هيتحرك، يبقى على وشك الحركه، يبقى ساعتها الاحتكاك بنسميه احتكاك ايه؟ نهائي. تاني، لو جيت قلت لك انا هبدا بقوه قيمتها كام؟ 1، يبقى الحاء بكام؟ ب1، والجسم ساكن ومستقنص وحاطط رجل على رجل متزن. طب خليت القوه كام؟ 2، يبقى الحاء بكام؟ 3 4 5. اول ما القاف تبقى ب5، ال5 دي مثال يعني مش ثابته، ده مثال. اول ما القاف تبقى ب5 هيبقى الحاء ب5، بس ساعتها الحاء بنسميها احتكاك نهائي، لان لو زودت عن ال5 دي هبابه الجسم ايه؟ هيتحرك، واحنا مش عايزينه ايه؟ يتحرك، لان احنا بندرس الجسم وهو ايه؟ ساكن وهو متزن. يبقى عندما يكون الاحتكاك نهائي يعني الجسم على وشك الحركه، ايه اللي بيحصل؟ ادي الجسم له وزن وهنا رد فعل، وقلنا الواو بتساوي ر، دي معادله رقم 1 زيها زي الحاله دي. هنا قاف، هنا هنسميها ح س. ح ايه؟ اللي هو الاحتكاك الايه؟ السكوني او الاحتكاك الايه؟ النهائي. وبرده القاف هتساوي ايه؟ ح س. دي المعادله الثانيه. طب امال ايه الفرق ما بين الحالتين بقى؟ اول ما بنقول ق بتساوي ح س بيظهر عندنا حاجه اسمها معامل الاحتكاك، معامل الاحتكاك السكوني، معامل الاحتكاك الايه؟ طيب ايه معامل الاحتكاك السكوني دوت؟ ركز معايا. الميم اللي بنسميها معامل الاحتكاك السكوني، او بنسميها بعض الكتب بتسميها ميم س، يعني احتكاك سكوني او معامل الاحتكاك السكوني. معامل الاحتكاك ده ايه علاقته بالقصه؟ قال لك والله يا باشمهندس ان الحاء س في الحاله دي بنسميها ميم ضرب ر. ميم ضرب ايه؟ ايه هي الميم؟ معامل الاحتكاك. طب وايه هي الر؟ رد الفعل العمودي اللي هو بيساوي مين؟ الوزن. في مشكله؟ طيب يعني الميم بتساوي ايه على ايه؟ الميم بتساوي ح. ايوه ح س على ر. لو انا عارف الحاء س وعارف الر اعرف اجيب مين؟ الميم. لو عارف الميم والر اعرف اجيب مين؟ الحاء س، وهكذا. طيب في طريقه ثانيه احسب بيها معامل الاحتكاك؟ في طريقه ثانيه بتقول ان الميم بتساوي حاجه اسمها ظا لام. ايه اللام دي بقى؟ اللام هي زاويه الاحتكاك. زاويه الايه؟ طيب زاويه الاحتكاك دي فين مكانها ولا تبقى موجوده فين؟ في حاجه هنا اسمها ر داش او ر شرطه. ايه الر داش؟ ده بنسميه رد الفعل المحصل. رد الفعل الايه؟ رد الفعل الكلي المحصل. امال الر دي بنسميها رد الفعل الايه؟ العمودي. الر اللي هي مين؟ رد الفعل العمودي. يبقى في فرق ما بين رد الفعل المحصل ورد الفعل الايه؟ رد الفعل العمودي اللي هو ده اللي هو بيساوي واو. ر داش اللي هو المايل ده رد الفعل المحصل. الزاويه المحصوره ما بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل بنسميها مين؟ لام، اللي هي زاويه الايه؟ الاحتكاك. ودي غالبا بيبقى مديها لك
30 ب 60 ب 45 فبتروح قايل ظا 30 ظا 45 يطلع لك رقم يبقى هو انا مين؟ الميم اللي هو معامل الاحتكاك. طيب ازاي بقى احسب الر داش اللي هو رد الفعل المحصل ر داش؟ هستخدم القانون ده. ر في جذر 1 زائد م تربيع. طبعا القوانين دي ليها استنتاجات واثباتات بس احنا مش علينا اي اثباتات، انت بتدرس رياضه تطبيقيه وليست رياضه بحته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في قوانين هنقول لك القانون ده بيحسب بيه الحاجه الفلانيه تستخدمه. طب القانون ده جه منين واستنتاجاته ايه واثباتاته منين؟ احنا ما عندناش ايه؟ اي اثباتات. الناس العلماء اثبتوا القانون واستنتجوه وتاكدوا ان هو صح، احنا بناخده من ايه؟ نطبق فيه. طيب يبقى الر داش اللي هو رد الفعل المحصل بيساوي ر اللي هو رد الفعل العمودي مضروب في جذر 1 زائد م تربيع، والميم اللي هي معامل الايه؟ الاحتكاك اللي هي بتساوي ايه؟ ظلام او بتساوي ح س على ر. في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب ممكن نمسح واحل مساله؟ امتى صح اقول ان الاحتكاك نهائي؟ لما يكون الجسم على وشك الايه؟ امتى اقول ان الاحتكاك نهائي؟ لما يكون الجسم على وشك الحركه. يعني اقارن ايه بايه؟ هقارن الح بايه؟ بالح س. اقارن الح بالح ايه؟ طول ما الح اقل من الح س يبقى الاحتكاك ايه؟ ليس نهائيا. امتى الاحتكاك يبقى نهائي؟ لما الح بتساوي مين؟ الح س. لما الح تكون بتساوي الح س يبقى طول ما الح اقل من الح س، اذا كان ح اقل من ح س يبقى الاحتكاك ليس نهائيا. يعني الجسم ليس على وشك الحركه. اول ما الح تساوي الح س يبقى الاحتكاك ايه؟ نهائي. يعني الجسم على وشك. ما هو لو اكبر يبقى الاحتكاك مش بس نهائي، ده الجسم اتحرك خلاص. ايه؟ اقل قوه؟ ايه اقل قوه؟ هي اتقل، بس اتقل ما تسبقش الاحداث. انا عارف ان انتوا فيكم ناس شطار، في ناس عارفه عندها معلومات او خلفيه عن المنهج، فيعني حاول تسيب اخواتك اللي زي اللي لسه على قدهم. طيب تعال نشوف مثال. يدفع شخص صندوق على طريق افقي. يعني في واحد بيزق صندوق على طريق ايه؟ اعمل ايه؟ اروح راسم كده ادي الطريق الافقي وادي مين؟ الصندوق. بس ده اصل الناس دول مش بعرف ارسم. شوف ارسم ايه؟ وانا بقول لك ارسم لي ايزومتريك، ارسم لي المساقط. بقول لك جسم راجل بيزق صندوق، ادي الصندوق وادي المستوى الافقي. بس سهل الموضوع على نفسك، مش هترسم لي واحد وهو بيزق الصندوق يعني. طيب فاذا كان الصندوق يزن 124 نيوتن، وزن الصندوق كام؟ يبقى اجي اروح ارسم كده واو اللي هي 124. في مشكله؟ ومعامل الاحتكاك السكوني 45 من 100 اللي هو مين؟ الميم. انا بطلع المعطيات، اول خطوه برسم واطلع المعطيات وبعد كده احل. 45 من 100. فما مقدار القوه الافقيه؟ فما مقدار القوه الافقيه اللي هي دي ق بكام؟ التي تجعل الصندوق على وشك الحركه. اللي هتخلي الصندوق على وشك الايه؟ طيب نحل. هتقول لي زي ما انت قلت كده، في هنا ايه؟ رد الفعل، وهنا في ايه؟ ح ولا ح س؟ عشان هو قال على وشك الحركه يبقى اسمها ايه؟ تمام. ايه اللي احنا عارفينه؟ اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي، يبقى ر بتساوي واو بتساوي 124. دي اول ايه؟ معلومه. طب المعلومه الثانيه، القاف بتساوي مين؟ طب الح س كانت بتساوي اف ايه؟ ايوه اهي باينه اهي. مين في ايه؟ ميم في ر. طيب انت عارف الميم؟ والر
احسبها لي. خلصت الايه؟ المسألة. مسألة سهلة وبسيطة، بس بنفرق. احنا قلنا النهارده احنا ايه؟ انا ما كنتش ناوي اخش في الاحتكاك اصلا، كنت اديك اساسيات بس من اساسيات بسيطة وسهلة. قلنا ان ايه؟ ناخد ايه؟ حتة كده في الدرس نفتح الدنيا يعني. 55.8 نيوتن. مفهوم يا شباب؟ صعبة؟ طيب ناخد كمان مسألة. الرسمة دي ثابتة معانا؟ مش عايز الأسئلة دي، مش عايز الأسئلة دي. يعني إيه ثابتة؟ يعني إيه ثابتة؟ كل الأسئلة. هو قال لي طريق إيه؟ أفقي، صح؟ بعد شوية هنقول لك طريق مايل، هتبقى ثابتة ليه؟ هنعمل طريق مايل، صح؟ فعلى حسب المسألة. مفيش حاجة اسمها ثابتة. الثابتة دي إيه الثوابت اللي عندنا؟ القوانين. قوانين زي دي، شايف القانون ده قانون. ح س بتساوي ايه؟ مين في الايه؟ ده قانون، يبقى ثابت، صح؟ لكن الرسمه مش ثابته على حسب المساله. صح، اوقف الفيديو. اما في البيت مفيش اختيارات. امتحان ايه؟ امتحان معادلة ولا؟ لا، امتحان بتاع كل حصه. خلاص الفيديو خالص؟ خلاص. حد عنده اسئله؟ حد فهمش حاجه؟ فهمتوا؟